بسم الله الرحمن الرحيم. يعني أنا من ساعة ما أعلن الخبر وأنا مش قادر أتمالك نفسي، منهار جدا، لا قادر آكل بط ولا قادر آكل الجرجير ولا قادر، مبقاش ليا نفس. يعني بعد التزوير الواضح لإرادة الشعب اللي نزل مش عايز أقول بالآلاف، بالملايين نزلوا ينتخبوا الأستاذ الدكتور توفيق عكاشة، تتزور بالطريقة الواضحة دي، بصراحة يعني لازم لنا وقفة. ناس خربوا البلد وسكتنا، يعني زوروا استفتاء وسكتنا، زوروا الانتخابات وسكتنا، خلعوا الرئيس وسكتنا، لكن ييجوا يزوروا انتخاباتنا ويشيلوا الراجل اللي انتخبوه دكتور توفيق عكاشة، لا. وده مخطط ماسوني واضح جدا 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 جدا، واضح قوي. والمكالمات اللي في اواخر الايام دي ما بين السلفيين والاخوان والثوره مستمره والماسونيين والامريكان والاسرائيليين ضد الشخص ده، دي معناها ان في مؤامره ضد مصر، ضد امن مصر مستهدفه، مصر بتنهار بسبب اللي بيحصل ده. حرام عليكم مصر. توفيق عكاشة ليه يسقط؟ هو راجل عشان فضحكوا وعشان زنق البرادعي وبين لنا البرادعي على حقيقته، وبين ان هو ما بيعرفش في الجرجير وما بيعرفش يزغط البط، تروحوا مسقطينه؟ ايه ده؟ ايه تزوير الاراده البشع ده؟ والراجل يعني ايه بقى؟ ايه؟ تأييده بيأيد عباسيه وبينزل كل جمعه، ما بيفوتش جمعه. في ايه؟ بصراحه يا دكتور بقى، انت بقى المفروض بقى خلاص مفيش تأييد. انزل بقى على ميدان التحرير، انزل بقى اعمل زينا بقى، وانزل اعمل بقى مظاهرات، وانزل كلام من. اقول لك حاجه، احنا نازلين يوم 25، انزل معانا يوم 25 وانزل بقى قول بقى معانا بقى اللي هنقوله كله بقى. انا بتفرج، انا قاعد قدام التلفزيون على طول بتفرج على البرنامج بتاعك، انا بكاء مرير من اللي بيحصل، وبص مش قادر اتمالك اعصابي من ساعه. ازاي تسقط؟ يعني انتوا كده بيتزوروا اراده الشعب؟ احنا الراجل اللي ننتخبه ونقتمنه، واحنا عارفين قد ايه ده راجل جامد، وقد ايه راجل طول عمره شريف، راجل بيقدر الناس الكبيره. ده يا عم بقول لكم ايه، ده يكفي الراجل اول ما شاف صفوت شريف بس ايده بيقدر الناس اللي اكبر منه سنا ومقاما، بيبوس الايدين. ايه المشكله؟ تأييد للجيش بينزل يأيد الجيش، تأييد للمجلس العسكري بيأيد مجلس عسكري. فضح البت اللي سحلتوها دي، فضحها، بين ايه يعني بنت عرتوها وقلعت ملط واتضربت واتسحلت، ايه يعني ايه عملتوا هليكه يعني؟ ايه لما شتمها يعني؟ حاجه غريبه قوي. انتوا كده الراجل الوطني اللي بجد اللي امريكا وباراك اوباما وهيلاري كلينتون واقفين ضده، والصحافه الامريكيه مولعه الدنيا ضده، محدش وقف جنبه. بس على مين؟ كلنا هنقف معاه، وهينزل ميدان التحرير، وهو هينزل معانا ميدان التحرير ويقول معانا اللي هنقوله بقى، احنا هنقوله ساعتها، وهينزل يقول وخلاص بقى مفيش تأييد، خلص وقت التأييد ده. الراجل كان مستني. بص يا دكتور، انت اتغدر بيك غدر جامد جدا من السلفيين، من الاخوان، من الثوره المستمره، من الكتله المصريه، من الوفد، من النور، من كله. وفين احمد سبايدر فين في الموقف زي ده؟ يجي سبايدر معانا، يجي ويقول لنا ليه ده حصل، وده كان مخطط ماسوني ولا صهيوني، ويا دكتور انت مش عطينا 13 2013؟ طب ليه ما حصلش حاجه فيه؟ حاجه تزعل بصراحه. سلام.